ياسين حمدي من الجزائر خداه باباه باش يعطيه كقربان للجن لمجرد انه طفل زهري. بالنسبه للناس اللي ما عارفاش شنو كتعني زهري، فهما اطفال اللي كيخلقوا عندهم صفات مختلفه على الناس العاديين بالنسبه لهاد الناس اللي كيعتقدوا انهم زهريين وانهم فيهم البركه والخير والرزق والكنوزه، وهادو كيبقاو فقط معتقدات. والزهري اما كيكون عنده زوج دورات في راسو بالنسبه للدراري او البنات، اولا كيكون عندهم عينين مختلفين، اولا كيكون عندهم خط في اليد نيشان. وربما كاين بزاف ديال الصفات اللي انا ما عارفاهمش، الا عرفتوهم شاركوهم معنا في لي كومونتير. كاين بزاف ديال الدجالين اللي كيامنوا بهاد القضيه ديال الاطفال الزهريين، وكل عام كيغبروا بزاف ديال الاطفال سورتو في المناطق المعوزه. وهذا الشيء اللي وقع مع الطفل ياسين اللي خداه اقرب الناس ليه واللي هو باباه. ياسين فاش كان في عمره 9 سنين بالضبط في سنه 2018، باباه اقترح عليه انهم يمشيو لواحد الدوار زياره عند عمو، وياسين كيفرح بزاف فاش كيمشي لتما بحكم انه كيستمتع بزاف بوقته في هذاك الدوار. فعلا مشاو تلاقاو بعمو، وفي نفس الوقت كانوا بعض الناس اللي غرباء ما كيعرفهمش ياسين. واحد من هادوك الناس بدا كيقرا بعض التعويذات فاش شاف ياسين، بقى كيقرا شويه، وطلب من الاب ديال ياسين انه تحصل على شويه ديال الدم من ولده. وفعلا الاب ديالو شد جنويه وبدا تيقطع شويه بشويه والدم تيسيل، وغير مازال هذاك المشعوذ يطلب الدم اكثر. وخا ياسين بقى كيطلب ويزاوق باباه باش انه يحبس، باباه غير مازال وزايد حتى غاب الولد وطاح، ما بقاش قادر يتحرك. الاب ديال ياسين فاش شاف ولده هكا قال ربما ولدي مات، هزو مشى غبرو في هذاك الخلا ورجع في حالته للدار، وبدا كينشر للناس انه ولده خبر وعيا ما يقلب عليه وما لقاش، لدرجه انه بقى كيبكي ومأثر. بدات الشرطه كدير الخدمه ديالها، بداو كيقلبوا على الطفل وفعلا لقاو ياسين. بحسن الحظ انهم لقاوه مازال عايش، ولكن كان في حاله حرجه بزاف. تلقى العلاجات اللازمه بمشيئه الله، ربي طول ليه في العمر واعترف للشرطه بداكشي كامل اللي وقع ليه، وتحكم على باباه وولد عمو بالاعدام. اما الناس الباقيين اللي كانوا حاضرين واللي كانوا متهمين بالمشاركه في هذه الجريمه تحكم عليهم ما بين 4 سنين حتى ل 15 عام كل واحد حسب الحاله ديالو. واش في نظركم مازال ما كايناش توعيه اللي تنفي هذه المعتقدات القديمه اللي ما منها حتى شي حاجه، واللي هي سبب في انتشار هذه العاده ليومنا هذا؟ واش فعلا كاينين اباء لا يقدروا يديروا اي حاجه في ولادهم على قبل الفلوس وينقذوا راسهم من الميزيريه؟